طيب معنى كده يا دكتور ان احنا الالام اللي بنحس بيها داخليا يعني ملهاش علاقه بالاعضاء اللي هي ناحيتها، بالظبط، زي مثلا نغزه في الجنب، مش عارف، ضيق تنفس، الحاجات اللي هي بتاع دي. صندوق اللي هو انا كليتي توجعني وعامل لي كده. كليتك ما فيهوش احساس بس. كبدي ما فيهوش احساس، طحالي ما فيهوش احساس، دماغي انا بعمل حاجه كرينياتوريز، يعني بنفتح تريفايد دماغ، تشيل العظمه الكاب وتخش تشتغل في دماغ العين وقاعد بتتكلم. انت فاهم قصدي؟ يبقى احنا كده ان المخ كنسيج عديم الاحساس، الكبد كنسيج عديم الاحساس، الكليه كنسيج عديم الاحساس، المكان اللي منتشر فيه مستشعرات الالم بعنف الانبوبه الهضميه. بعنف من عند بق سعادتك ولسانك والبطانه، امتدادا بالمريء، بالمعده، بالامعاء، بالقولون. مش الم وبس، حتى لو اتمددت زياده عن اللزوم تعمل حاجه اسمها الم حشوي. والالم الحشوي يختلف عن الالم العضلي او الالم العظمي. يعني لو اتصبت تجرحي كده انا خلاص الحته دي بتورم والالم بيبقى محدد بوينت، لكن الالم الفيسرال الحشوي مشكلته ان هو لو حصل مثلا في نص الامعاء الدقيقه وتمددت اكتر من اللازم، او حصل فيها انتفاخ، او حصل فيها عسر حركه وبتتمدد، بيحصل تنبيه للعصب الحائر. والعصب الحائر ده بيعمل ايه في الجسم؟ بيحصل فيه هبوط عام في وظائف الجسم. شات داون. الضغط يبطأ، النبض يهدى، التعرق، هبوط عام في الدورة. يقول لك لا برخ وجال فيجل يعني هو حصل استثارة للعصب الحائر. مين أكتر حد يستثير العصب الحائر؟ جهاز الهضمي أو الأنبوبة الهضمية بالمعنى الأحرى والأصح. الجهاز الهضمي اسمه البنكرياس، والبنكرياس عندنا الحركة، قصدي عندنا الإحساس، والطحال عندنا الإحساس، والكبد عندنا الإحساس. لكن مين اللي بيحس؟ اللي أنت ما بتهتمش بيه. قولونك، أمعائك، معدتك. مستشعرات الألم والمستقبلات المنتشرة عليها بتطول، بس المشكلة ألمها غير محدود. يعني لما يوجعني حتة في هنا معرفش هي صح ولا غلط. عشان كده ازاي ده ما بعرفهاش غير هي ملتهبة بالتهاب حد دلوقتي. يقول لك تبعهم دين ادوس هنا وارفع ايدي توجعك، ادوس كده وارفع ايدي توجعك. قولون حضرتك بيسمع في كل حته في بطنك، متر ونص في حوض البطن. حركه الاكل فيه لو مش سموث توجعك. يقف الاكل ويتحشنها في الهيباتيك فليكشن اول ما حط تغيير اتجاه، ما هو ماشي كده صاعد مستعرض نازل. اول تانية اهي الاكل يتحوش هنا شويه، مره مش مره. سبلينك فليكشر تاني واحده. مش عارف كليتي، لا الكليه ما بتوجعكش على واحده بس لو فيها حصوه في الحالب او حوض الحالب. يعني الكلام نفسه مفهوش.